عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وصحابي وعيلتي التانية، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة جاية لكم فيديو جديد. اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس ويدوس على كلمة الكل عشان يوصل لنا الفيديوهات اللي بتنزل كل يوم. النهاردة انا كنت امبارح نزلت لكم التتبيلات وقلت هعمل الحواوشي، وقلت طبعا ان انتوا هتبقوا معايا وتحضروه خطواته كلها. طبعا دي اللحمه اهي كنت مطلعاها من الفريزر من الصبح بدري، زي ما احنا شايفينها كده مع بعض. والتتبيله انا منزلاها على الصفحه، اللي حابب يشوفها يقدر يشوفها. وبرده هعيدها تاني. بجيب نص كيلو لحمه، وبجيب 5 بصلات، عندي 3 طماطميات و3 فلفلات وملح وفلفل وتوابل لحمه. طبعا قبل اي حاجه المهم عشان الحواوشي ينجح لازم الميه بتاعه الحاجات دي تتشال. يعني البصل بنشيل الميه بتاعته بنصفيها، وبنصفي ميه الطماطم، وبنصفي ميه الفلفل كمان. وطبعا حاجه جميله جدا انا بحطها، برضو في ناس كتيره ما تعرفهاش، حته ليا بتخلي له طعم حلو جدا، بيبقى زي بتاع المحلات بره اللي احنا بنشوفه، بس طبعا ده بيكون انضف واحسن في البيت. فهنروح مع بعض ان شاء الله. هجهز العيش والحاجه وارجع تاني اوريكم هنعمل ايه. على ما نجهز حاجات الحواوشي، برضو النهارده هنعمل بطاطس محمره بس طريقه مختلفه عن كل مره. بطاطس دي بتبقى طالعه عامله زي برضو اللي احنا بنجيبها من كنتاكي وماكدونالدز ومن الاماكن بتاعتنا دي. هنا انا قشرت بطاطس بطريقه رفيعه، وحطيتها في ميه ونص كوبايه خل، وقعدتها حوالي نص ساعه. هنطلعها دلوقتي ونشوف هنحطها فين. زي ما انتوا شايفين كده رجعنا بنجيب فوطة اهي، ماشي، والفوطة دي جواها البطاطس. طب هنعمل ايه؟ هننشفها زي ما نكون بننشف كده الايه البيبي. عارفين البيبي لما بننشفه كده لما يطلع بعد الشاور، اهو نفس الموضوع بالظبط. هنشفها معاكم، هنشفها وارجع لكم تاني اوريكم شكلها. اهو كده رجعنا، بصوا بعد ما نشفناها شايفين مفيهاش نقطة مية اهي، شايفين منظرها بقى عامل ازاي؟ ماشي. هنحطها دلوقتي، نشيلها كده ونحطها كده اهو. حطيناها في الطبق زي ما احنا شايفين كلها. سر بقى الخلطه الجميله، هنحط معلقه من النشا، شايفين اهو نشا، معلقه من النشا، تمام اهو. ونقلبها كده، نديها تقليبه اهو لحد ما النشا يخش في كل البطاطس، ماشي. وهنسيبها ربع ساعة ونرجع نحمرها ونشوفها بعد ما تطلع. هنرجع تاني بقى نشوف الحواوشي مع بعض. ادي العيش، ماشي. بفتحه كده اهو. طبعا ساعات بقصه بالمقص، بس يعني عشان نبقى الطريقة الاسهل والطريقة الاسرع اهو زي ما احنا شايفين كده اهو، ماشي. وهنبدأ بسم الله كده ونحط اللحمة زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي. طبعا انا بحب السندوتش يبقى مليان، ما بحبش الفتحه يعني. مفيش احسن من السندوتش يكون مليان وشكله. طبعا بوسع كده انتوا شايفين معايا. بس بقى كده العيش لا يتبل مننا ولا يحصل له اي حاجه. وطبعا انا حطيت حته الليا وهنطعمه كمان سمنه بلدي بسيطه، عشان انا حاطه طبعا ليا فما يبقاش ايه دسم قوي، ما يبقاش تقيل. وبنختار العيش، بنختار العيش اللي مش محروق قوي عشان يستوي معانا وما يتحرقش مننا، تمام كده. نروح جايبين الناحيه التانيه نفس الموضوع برضو
معايا كده. وكده نبقى الرغيف مستعد. طب مستعد هنعمل ايه؟ هنشيل الطبق ده كده وهجيب قطعه من الفويل، وبرده اللي ما عندوش فويل عادي ممكن يحطه كده، بس انا بحبه في الفويل عشان يطلع كله سوا واحد، ما يبقاش حته وحته كده اهو. نقفل عليه كده اهو، نشوفه مع بعض يبقى مستعد ان هو يتحط في الفرن زي ما احنا شايفين. هكمل بقيه المجموعه واوريها لكم كلها على بعض. حبايبي يبقى شكله النهائي معانا بعد ما خلصناه كله اهو اهو تمام. وهنحطه في الفرن وارجع اوريكم شكله بعد ما يستوي ان شاء الله. البطاطس اهي حطيتها على النار بعد طبعا ما طلعناها من النشا، عليها نقطه ملح وطلعت اهي تمام. نخلص خالص هنوريكم شكلها. شايفين البطاطس شكلها عامل ازاي؟ منظرها عامل ازاي؟ زي ما يكون بالظبط زي بتاعت المطاعم. اول ما تطلع هوريها لكم بقى. كده خلاص البطاطس معانا استوت، هنطلعها اهي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين اهي. النهارده المناديل بتاعت المطبخ خلصت، الجوز بيقولك اتصرف. جبت ورق كراسه عادي بصوا، هنطلع عليه دي شكل البطاطس بعد ما طلعت. شايفين اهي ناشفه وزي الفل جميله. يا رب تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي الطريقه اخبارها ايه. خلاص ادي الحواوشي زي ما احنا شايفين. شايفين منظره عامل ازاي اهو، ولونه وشكله اهو. كمان قطعته لكم عشان تشوفوا شكله. بصوا من جوه عامل ازاي، شايفين اهو. دي كانت النهارده الحواوشي بتاعنا، والبطاطس المحمره اهي اللي احنا شايفينها، اللي المعلقه واحده نشا بيخلي شكلها عامل كده. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. وفي اخر الحلقه احب اقول لكم ما تنسونيش في اللايك والشير، ونخش نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. وان شاء الله ربنا يطمني عليكم كلكم وتبقوا كلكم بخير. وفي اخر الفيديو احب اقول لكم سلام.